بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد. تعرفون أن الله عز وجل فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأيام على بعض، بل وبعض الكائنات على بعض. وفي ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كثير من المعاني وكثير من الروحانيات والدروس التي سيحدثنا عن بعض منها وسيجيب عن بعض الأسئلة فضيلة الشيخ الدكتور أبو الوفا أبو المجد سليمان، إمام وخطيب ومدرس المسجد العتيق بمدينة فرشوط. أهلا بكم مولانا. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وحضرتك بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير. فضيلتك تعرف أن الإسراء والمعراج فيها كثير من الدروس وكثير من الروحانيات والمعاني، وربما من أشهر المعاني ومن أكثرها هو تكريم الله عز وجل للبشرية، حيث صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصعد إليه أحد، لا إنس ولا جن ولا بشر، ورأى ما لم يرأه أحد. فكونه كنموذج بشري، كونه أحد البشر ويكرم هذا التكريم، نريد أن نتعلم من فضيلتك حول هذا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الحق تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وبشرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرية من نوع خاص، يعني حتى أهل التلاوة عندما يقرؤون قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هذا الوقف لا يجوز، فلا بد من القارئ أن يواصل القراءة ويقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالمثلية هنا يعني إيه؟ مثلكم أرى لكم، فيعني لست ملكا لا ترونني، ولست من الجن، وإنما أنا من البشر. ولكن عندما بشر يوحى إليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل الذي كرمه الحق تبارك وتعالى وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين. وكذلك هذه الرحلة انفرد بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرحلة بما فيها، سواء كانت إسراء أو كانت معراج أو ما شاهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيات ربه ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى. يعني هناك أشياء بتكون من عالم الملك
وعالم الملك يدركه الإنسان العادي. التليفون من عالم الملك، الباب من عالم الملك، كل هذه الأشياء التي تراها من عالم الملك. لكن هناك عالم الملكوت، وهذا لا يدرك إدراكا عاديا. يعني كان من الأشياء اللي من عالم الملكوت ترآها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة كان البراق. والبراق هذا يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبيض، وأخبر كذلك أن يعني عن سرعته، يضع حافره منتهى بصره. وإذا نظرنا إلى البرق الذي نشاهده هذا نجده أيضا أبيض ونجده سريع. وفي الخبر أن الصراط هناك من يجوز الصراط كالبرق الخاطف. إظهار كل هذه المعجزات من الملكوت يعني ترى فضيلتك أنها كتكريم للنموذج البشري مع اختلاف بشريته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه قضية يعني خطيرة جدا. يعني كأننا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني ونحن عرفنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل يعني لا يعرف قدري غير ربي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للرحلة، هي كانت تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكريم للبشرية، وتكريم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكريم خاص كان لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني كل الناس يعني إن لم يكونوا من أمة الإجابة فهم من أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمته شملت الجميع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للجميع. يعني كان إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في نفس توفيت على غير الإسلام كان يحزن عليها ويقول يعني نفس تفلتت مني إلى النار صلى الله عليه وسلم. ننتقل من التكريم والبشرية إلى الأسرار. فكانت رحلة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن، وكانت يعني زي مؤانسة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نقرأ قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، نجد أن الصلاة أيضا عبارة عن أنس لما ينزل الإنسان من مصائب ومن أحزان. واستعينوا بالصبر والصلاة. فهل يعني فرضية الصلاة في السماء أو في يعني بدون واسطة، قصة فرضيتها، هل له علاقة أو هل هناك سر أن يكون مكان الفرضية وأيضا المعنى بتاع الصلاة نفسه إنها تذهب الحزن؟ هل هناك ربط؟ يعني نود أن نأخذ من أسرار من فضيلتك تحدثنا عن هذا المعنى. قبل هذه الرحلة تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحن والبلاء، وكان من ذلك فقده صلى الله عليه وآله وسلم لعمه سيدنا أبي طالب. فكان سيدنا أبو طالب ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سيدنا أبو طالب يعني بيمثل لمكة عقيدة سياسية. يعني تخيل كده عقيدة سياسية لأهل مكة. يعني في التوقيت بتاعه عندما يعني نال السيادة بعد أبيه سيدنا عبد المطلب، كان يمثل العقيدة السياسية لأهل مكة، فكانوا يعني لا يسبقونه يعني بقول، وكانوا يسيرون خلف أوامره. وهو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يعني في حمايته وفي كنفه ورعايته. وكان مما قال يعني: فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني انظر مدى الحماية التي كان يتمتع بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كنف عمه أبي طالب. عندما يفتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الناصر، لابد أن يكون هذا يعني بمثابة الحزن، وليس حزن لأنه ناصر له فقط، وإنما هو الذي رباه وتولى تربيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه وكان أيضا يعني يحسن إلى هذه الأسرة. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عليا ليربيه في كنفه كما رباه عمه، وكان يحفظ الجميل لأمه، أم سيدنا علي زوجة سيدنا أبي طالب السيدة فاطمة بنت أسد، وكان يقول: هي أمي بعد أمي. بل يعني عندما توفيت يرسل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه كي يكون كفنا لها، ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبرها وينام فيه ويلحدها صلى الله عليه وآله وسلم بيده ويقول: هي أمي بعد أمي. عندما افتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الناصر، وكذلك افتقد زوجه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي جندت نفسها لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمة رسالته ودعوته. عندما يفتقدهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام واحد، فلا عجب أن يسمى هذا العام عام الحزن. لم يحزن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، بل يحزن على هذه السيرة كل صادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني مر وذكر أمامه موقف سر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر، ولو مر عليه موقف حزن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحزن لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن كان هذا العام أطلق عليه عام الحزن. ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، ويلاقي من السفهاء ما يلاقي، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أغروا به السفهاء. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا لا يستطيع أن يدخل مكة في هذه الأثناء؟ وعندما دخلها في جوار المطعم بن عدي الذي حفظ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجميل، حتى يعني بعد موته حفظ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا